متأكدة ان الاكلة دي عمرك ما جربتيها قبل كده، صنف جديد وفكرة جديدة وان شاء الله تعجبكم. جربوها، عايزة اقول لكم انبهروا بيها عندي في البيت، واي حد دقها عندي كان بيقول ما شاء الله حلوة جدا. يلا بينا هنسمي الله ونصلي على الرسول، ولايك وشير ومتابعة للصفحة ونشوف احنا عملنا ايه النهاردة. معايا هنا بطاطس سلقتها قشرتها وحطيتها في الحله، غسلتها كده وحطيتها في الحله، ورحت جايه حاطه عليها الميه وحطيت عليها ايه شويه ملح. وهنا هرستها قدامكم اهيت، وبحط عليها معلقتين من السمنه البلدي، وكمان حبه من الفلفل الاسود وملح، مش اكتر من كده يعني، بظبط الملح بتاعها. هقلبها، وبعد ما اقلبها هركنها على جنب بقى. هنا سلقت نص كيس مكرونه، نص كيس مكرونه، كيس المكرونه عندنا 400 جرام، فانا عملت نص الكيس بتاعه. ممكن تعمليها قلم، تعمليها مقصوصه زي ما تحبي، اي نوع. تمام. سلقتها وشلتها كده على جنب برضو علشان تبرد، وهنبدأ ان احنا ايه نعصج اللحمة بتاعتنا. انا معايا هنا ربع كيلو لحمة مفرومة، بس الربع كيلو ده الكاميرا مقربة منه فيبان لك ان هو كتير. تمام. حطيت عليه بصلاية كده كانت مفرزة عندي، وبدأت ان انا افكه كله مع بعضه كده، وبدأت ان هي خلاص تستوي. هبدأ ان انا احط عليها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وهديها تقلبتين كده لحد ما هتستوي خلاص. وبعد كده هتكون خلاص كل المكونات معايا كاملة. يبقى احنا كده عملنا ايه، البطاطس سلقناها وهرسناها وحطينا توابلها وسمنتها، وسلقنا نص كيس مكرونة، وعصجنا كمان ربع كيلو لحمة مفروم. تمام. يلا بينا بقى نعمل البشاميل. حطيت هنا معلقتين سمنة بلدي وعليهم معلقتين من الدقيق، وهقلبهم كده، مش عايزاهم يحمروا، انا عايزه بس ريحه الدقيق تروح منهم، مش اكتر من كده. تمام. بعد ما خلاص اتاكدت ان هما كل حاجه اندمجت مع بعضها، السمنه مع الدقيق، هنزل عليهم بنص كيلو من اللبن. اللبن اللي بيكون عند اللبان، اللبن الدسم السايب. تمام. عشان يدينا بشاميل قوامه حلو قوي. هنزل بيه بالتدريج كده، وهبدأ ان انا اقلب، مش هشيل ايدي بالتقليب عشان بس ايه ما يكتلش مني. بدأت احط عليه 7 بهارات اللي في الكيس ده، وحطيت عليهم كمان معلقة من الثوم المفروم بتديها طعم حلو قوي. وبدأت ان انا احط الملح بتاعي، وهقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي ده. كده كل المكونات معايا جاهزة، مش هنتعب نفسنا في اي حاجة خالص. احنا الحلة اللي سلقت فيها البطاطس هي اللي سلقت فيها المكرونة، والطاسة بس هي اللي عملت فيها اللحمة، مش عملنا مواعين كتير يعني. تمام. جبت هنا القارب بتاعي، حطيت فيه سمنة، دهنته كده من السمنة البلدي، ونزلت عليه بشوية من البشاميل، وحطيت عليه كمان المكرونة زي ما احنا شايفين كده. وبدأت ان انا برضو انزل ب يعني معلقتين من البشاميل على المكرونة عشان كل حاجة تندمج مع بعضها. تمام كده. نزلت بعد كده باللحمة المفرومة، ربع كيلو لحمة مفرومة. عايزة اقول لكم المقادير دي كانت مظبوطة جدا 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 على القارب ده. تمام. بدأت بقى ان انا ايه اساوي كده كمية اللحمة. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسيش تعملي لايك وشير ومتابعة للصفحة، وما تنسيش تقولوا لي بتتابعي الفيديو من اي بلد، بيسعدني جدا تعليقاتكم وكومنتاتكم، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. بدأت ان انا انزل بالبطاطس اللي انا هرستها وحطيت عليها المكونات بتاعتها. تمام. خدوا بالكم احنا عملنا صينية البطاطس البوريه ديت باللحمة المفرومة وعليها طبقة من الجبن. عايزه اقول لكم الوصفه دي كانت ما شاء الله جايبه مشاهدات عاليه جدا، عدت ال2 مليون. فانا بصراحه ابتكرت ان انا ايه، ليه ما نعملش ميكس ما بين البطاطس مع اللحمه مع البشاميل مع المكرونه. عايزه اقول لكم جربوها يا جماعه، انا مش عايزه ولا كومنت ليا غير لما تجربوها وتحطوا لي التطبيقات بتاعتكم وتقولوا لي رايكم فيها. بصراحه عارفه متاكده ان انتوا هتنبهروا بيها. وعلى فكرة الفكرة دي عمر ما حد عملها على السوشيال ميديا، الفكرة دي فكرتي وجات لي في لحظة كده. فقررت ان انا انفذها معاكم ان شاء الله، وانزل لكم بالفيديو بتاعها. حطيت هنا البشاميل زي ما انتم شايفينه على القالب كده، على القارب بتاعي، وحطيت عليه جبن من فوق، ودخلته الفرن. يعني بص يا دوب غلي من تحت بس، كل حاجة مستوية، واخد اللون الجميل دوت، وطلعته وهو لسه سخن كده. عايزه اقول لكم الريحه بتاعته طالعه رهيبه رهيبه رهيبه. يلا بقى نقطعه كده ونشوف
القوام عامل ازاي، شايفين لسه سخن، كل حاجة فيه كريمي، كل حاجة فيه تحفة بجد، يستاهل التجربة. مستنية رأيكم، مستنية كومنتاتكم، و عايزة اقول لكم ببقى سعيدة جدا بكومنتاتكم الجميلة، واسيبكم في رعاية الله وامنه مع وصفة جديدة وفكرة جديدة. وما تنسوش لو نفذتوا الوصفة دي تذكروا اسمي فيها، واسيبكم في رعاية الله وامنه. مع السلامة.